السلام عليكم يا أحلى متابعين، كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. جيتكم اليوم بالقصة الثانية لهذا النهار، نتمنى أنها تنال إعجابكم، وما تنسونيش كيف ما العادة من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينة بحالكم. وقبل ما ندوزو القصة نصليو على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندوزو القصة مباشرة. أنا أمينة، جيت اليوم باش نشارك معكم الحكاية ديالي. جيت باش نقول لكم بلي ما كاينه حتى شي حاجه في هاد الدنيا اللي كتستاهل انك تضيعي عليها الحياه ديالك، لان الانسان بطبعه نكار ما كيعقلش على الخير، وفي اول فرصه كيتخلى عليك وكيشوف حياته، وانتي اللي كتصدقي ظلمتي نفسك بنفسك، ما ظلمك حتى شي واحد. نبدا معكم حكايتي. انا البنات كنت عايشه مع والديا الحمد لله، ما كان ناقصني حتى شي خير. كان معايا خويا اللي كان بينو وبينو فرق ديال 5 سنين، كنت انا هي الكبيره. عشنا بخير، امورنا كانت غاديه مزيان، لكن غادي توفى والديا واحد من مورا الاخر. الحمد لله انهم فاش توفاو انا ديك الساعه قابطه الامور ديالي، كنت ديك الساعه تخرج وكنقري في واحد المدرسه. خويا كان مازال ما كملش قرايته، ومن الوقت اللي توفى والديا وانا هزه مسؤوليته. الوالدين الحمد لله خلاو لينا واحد الدويره اللي كنا عايشين فيها بزوج. كنت كنتهلا فيه وكنحسبه بحال ولدي، برغم ان الفرق اللي بيناتنا راه ما كانش بزاف، ولكن دائما انا كنت كنحسبه بحال راه ولدي. اي حاجه تخصاتو انا كنوفرها عليه، واقفه في جنبه في اي حاجه بغى يديرها، كنحيد من لحمي وكنعطيه، وكنقول هذاك خويا وهو اللي بقى ليا في هاد الدنيا، وخصني نحافظ عليه ونحافظوا على ديك العلاقه اللي بيناتنا. كان متعلق بيا لواحد الدرجه اللي كبيره البنات، وما يمكنش يخطي خطوه الا ما استشرنيش فيها، بحال الا كيستشر الوالده ديالو. مشات ايام وجات ايام، بدا خويا كيكبر قدام عويناتي، كنشوفو حتى هو عنده طموح وباغي يدير شي حاجه في الحياه ديالو، وكيقول لي يا اختي نهار نخدم نكافي لك كاع هادشي اللي درتي معايا، انت راكي ماشي اختي وانما في مثابه الام ديالي. المهم كنت كنفرح بزاف لديك الهضره ديالو، وكنقول خويا ما عمرو نسى الوقفه اللي وقفت معاه، لدرجه انني كانوا كيجيو فيا الخطاب وكنرفض. علاش؟ كنقول مازال خويا ما وقفش على رجليه، فين غادي نمشي ونتلها عليه؟ نخاف خويا يعني يدير شي حاجه ما مناسباش ليه، ولا يجروه شي اصدقاء السوء لشي حوايج اللي انا ما كنتش راده ليهم البال. دائما خايفه عليه، دائما محاوطاه، نسول فيه فين مشيتي فين جيتي مع من تلاقيتي، بحال الا فعلا راه ولدي. كان خاطبني واحد السيد، كانت علاقتي به زوينه، ولكن كان شرط من شروطي اننا ما غادي نتزوجوا حتى نطمن على خويا. كان كيقول لي ماشي مشكل، الحمد لله راه قريب يتخرج يقلب على خديمه، وهذيك الساعه حنا نتزوجوا. الخطيب ديالي كان كيجي عندي حتى للدار في الحضور ديال خويا بطبيعه الحال، كنجلسوا وكنضحكوا وكنتناقشوا، وكيحاول يعرف خويا يعني فين واصل وشنو باغي يدير في الحياه ديالو. كيشوف راسو واش غادي يتسنى فعلا واحد الانسان اللي غادي يدير شي حاجه في حياته ويستقر باش حتى هو يستقر مع المراه اللي اختار، او لا. كان كيقول لي باللي خوك ان شاء الله غادي تكون منه الكاينه. انا فاش كنت خدامه ما كنتش كنجمع الفلوس ديالي، دائما كنشوف غير خويا اشنو خاصو، كيبغي حتى هو يلبس بحالو بحال صحابو، كيبغي حتى هو يخرج مع صحابو يمشي يتقهوى، خاصو ضروري تكون عنده فلوس. وانا دائما راده ليه البال، هاد اللبسه ما بقاتش عندك زوينه، نمشيو نشرو واحده اخرى. وهو فرحان يبغي يخرج مع صحابو، كنعطيه نقول ليه هاك عمر جيبك، باش الا بغيتي تخلص من جيبك، ما تسناش الناس تخلص عليك. كيقول لي يا اختي غير نخدم وكل شيء غادي نردو لك. كنقول لي انا باغيه منك والو، انا باغياك غير تنجح في حياتك ونكون اديت المهمه ديالي بنجاح. كان يقول لي يا اختي اديتيها وعلى ما يرام. انا الحمد لله كنشوف راسي الاحلام ديالي قريب تحقق. غادي يتخرج خويا، وهنا خطيبي غادي يبدا كل مره كيأثر عليا وكيقول لي ايوا صافي خلينا نتجمعوا في دار وحده، بركه ما تسناي في خوك، ها هو تخرج ودابا غادي كيقلب على راسو، دابا ما بقيتيش غادي تخافي عليه،
ما بقيتيش غادي تقولي باللي هو غادي يجرو صحابو لشي حاجه اللي هي خايبه. صافي السيد راه نضج ولا عارف راسو شنو كيدير. كنقولوا لا مازال ما طمنتش عليه. فاش كان كيقلب على خدمه كان كيحتاج الفلوس بزاف باش يتنقل من بلاصه لبلاصه ويمشي يسول على راسو، وانا دائما يدي في جيبي، هاك اشنو خاصك، هاك اشنو بغيتي. عمرني ما بخلت عليه بشي حاجه. المهم البنات، وتمر الايام. خويا غادي يلقى واحد الخدمه واللي كانت خدمه زوينه ما شاء الله، وكان حتى الصالير ديالها من البدايه صالير اللي مشجع. فرحت ليه بزاف من كل قلبي. بدا الخدمه ديالو، الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، 3 شهور ديال الخدمه. حتى وليت كنشوف باللي خويا بعد المرات ما كيجلسش ويجمع معايا في الدار كيف ما موالف، دائما متعلق بالتليفون ديالو. فحاولت انني نتقرب منه ونعرف اشنو عند خويا، شي حاجه اللي جديده داخله الحياه ديالو. فقال لي شوف اختي، انا كاينه واحد السيده دخلت لحياتي، انا كنت كنعرفها من ايامات الكليه، ولكن كنت عارف راسي باقي ما واجدش، فعمرني ما قلت لها شي حاجه ديال المعقول. ولكن دابا انا بغيت نمشي ونهضر معها. قلت له ولكن ما حسيتيش براسك راك زربتي؟ قال لي علاش؟ قلت له انت دابا يلاه خدمتي 3 شهور بعدا وجد وجمع راسك، عاد ديك الساعه فكر في الزواج. قال لي علاش اختي؟ الدار موجوده، اشنو غادي نحتاج اكثر؟ قلت له كيفاش الدار موجوده؟ واش انت بغيتي تجي تسكنها معايا؟ راه خصها حتى هي تكون عندها دار بوحدها. قال لي وعلى اختي انت ما غاديش تزوجي، غتبقاي جالسه معايا؟ تخيلوا بحال الا صرفقني ملي قال لي ديك الكلمه. قلت له انا مأجله زواجي، كنت مأجله على ودك، بغيت نطمن عليك تنشوفك صافي حطيتي رجليك في الارض وتكون يعني مثبت الوقفه، عاد ديك الساعه نشوف حياتي. ولكن هادشي ما كيعنيش انك انت بغيتي تجري عليا من الدار. قال لي لا حاشا اختي، ما بغيتش نجري عليك من الدار، وانما راه حتى انا باغي نتزوج وباغي ندير وليدات. قلت له ياك دابا اللي بغى يتزوج ويدير وليدات يلوح اختو الزنقه ولا شنو؟ قال لي انا ما قلتش هادشي، انا قلت لك شوفي حياتك. واخا ولد الناس، ما نكذبش عليكم البنات، في هذيك الوقيته كانت علاقتي متوتره بالخطيب ديالي. يعني كنا كنقولوا صافي خويا فاش غادي يخدم والامور غادي يتقاد حنا غادي نتزوجوا، ولكن هذاك السيد ولا كيتحاسب معايا في بزاف ديال الحوايج اللي وليت كنشوف انني الا تزوجت به غادي نزيد غير في المشاكل. ولا في كل مره يقول لي فلوسك فين كتمشي وحنا مازالين غير مخطوبين، علاش كتسول على فلوسي؟ كيقول لي لا ايوا صافي خوك راه وقف على رجليه وخدام وكيشد الصالير ما كانش كيحلم به، وانتي دابا ما كتجمعي حتى شي حاجه لدويا الزمان وحنا غادي نتزوجوا وخاصنا نتعاونوا مع بعضياتنا. انتي اشنو درتي من هذه الخدمه ديالك؟ نهار وما طال كنتي غاديه جايه من الخدمه وفي الاخر ملي نهضر معاك تقول لي ما عندي والو، فلوسي كلها كنصرفها. علاش لي هو ما يصرفش على الدار؟ علاش لي هو ما يقومش بداك الدور اللي كنتي انت قايمه به من شحال هذا؟ فكان ما كيعجبنيش الحال انه يهضر على خويا بديك الطريقه. كنقول له شوف هادشي بيني وبين خويا، انت ما عندكش فين تدخل. فلوس عندي او ما عنديش، جامعه او ما جامعاش، فهادشي ما كيهمكش. انت غادي تحكم في راسك وتحكم في فلوسك وتشوف راسك انت واش داير علاش ترجع. اما انا بعيد على كل البعد، انا لحد الساعه خطيبتك واخا نكون كاع مراتك، هذيك راه خدمتي، ما عندكش الحق انك تسولني فين كندي فلوسي ولا فين كنحطهم. صافي السيد ملي شافني انا هضرت معاه بديك الطريقه، هو كان باغي يكون يعني مسيطر عليا ويتحكم ليا في فلوسي فين نصرفها وفين نحطها. انا ما بغيتش انسان اللي غادي يبدا يتحكم بيا بهذه الطريقه. انا بغيت شخص اللي غادي نتعاون انا وياه نعيشوا حياه اللي هي زوينه، ولكن لكل ذي حق حقه. ما كاينلاش انك انت تجاوز الحد ديالك وتولي كتهضر في الشغل ديالي انا. فما تفهمناش. كنت عارفه بانني الا تزوجت به غادي يعذب بيا السماء والارض، غادي يبقى يدير يعني مشاكل على ود الخدمه ديالي وعلى ود فلوسي فين كنديها، وبطبيعه الحال ما غاديش تكون حياه اللي هي زوينه، غتكون حياه فقط مبنيه على شنو دخلتي وفين حطيتي فلوسك واش درتي بهم. فسخت الخطوبه وبقيت جالسه في الدار. في هاد الوقيته عوض ما خويا يجي ويطبطب عليا كيف ما كنت كنطبطب عليه نهار اللي كيكون ما عجبوش الحال ولا واقع عنده شي مشكله، كنت كنقول بلي خويا غادي يوقف في جنبي ويقول لي يمشي في حاله، مشى راجل يجي راجل. واخا انا ديك الساعه راني كبرت وليت كنشوف راسي بلي بقى غير واحد شويه وغادي يوليو يقولوا عليا البايره. كنت خايفه من ديك الكلمه انني نسمعها، ولكن ما يمكن لياش غير باش انا نهرب من ديك الكلمه نشارك حياتي مع انسان اللي انا ما مرتاحاش ليه.
المهم البنات، انا ما شفت حتى شي تصرف اللي غادي يفرحني من خويا. ديك الوقفه اللي كنت كنتمنى انه يوقفها معايا ما دارهاش البنات، وبدا كيشوف في حياته وبدا كيفكر هو شنو خاصو يدير. المهم البنات، وقعت مشاكل كثيره ما بيني وما بين خويا على عاود الزواج ديالو، لحقاش ولا باغيني نخرج له من الدار، وباللي انا الا بقيت في ديك الدار فانا معرقله له الزواج ديالو، وهو كيقول مع راسو ما باغيش يمشي يشري دار اخرى والدار كاينه، بحال الا انا ما ساويه عنده حتى شي حاجه. وتمر الايام، غادي يتفاهم هو وديك السيده وغادي يقرر باش يمشي يخطبها. جا لعندي وهضر معايا وقال لي كملي جميلك، انت راكي في المثابه ديال الوالده ديالي وانت اللي غادي تمشي معايا وتخطبيها ليا. قلت ما كاين باس. مشيت انا وخويا باش نخطب له ديك البنت اللي هي محمقاه وعاجباه. فاش مشيت كنلقى عائلتهم ناس على قد الحال، عايشه غير هي والوالده ديالها. مشيت وجلست السيده الوقت كامل وهي كتطلع وكتهبط فيا، وكل مره كتسولني وكتقول لي واش ما مزوجاش، كنقول لها مازال، وكتنسيني وتعاود تسولني. قلت لها مازال ما تزوجت، تخطبت شحال من مره ولكن ما كتبش، ما كملتش لانني كنت باغيه خويا حتى نوصلو نطمن عليه. ايوا قالت لي ودابا راكي وصلتيه، ايوا شوفي حياتك. قلت لها عندك الحق ان شاء الله من قريب. دازت البنات الخطوبه، الامور كلها كانت غاديه بخير، لكن في واحد اللحظه كان اذن العصر وانا نهضر يعني مع مت البنت وقلت لها عافاك واش ممكن توريني فين نقدر نصلي باش بلا ما يفوت عليا العصر. قالت لي واخا. قالت لي انت دخلي لهاد البيت هذا راه فيه الصلايه وفيه كل شيء، قلت لي تماك وصلي. وانا خويا كان عيط له شي واحد صاحبه ووقف كيهضر معاه، يعني بعد منها وبقات جالسه غير هي وبنتها. انا فاش مشيت باقي يلاه رميت رجلي في البيت باش غادي ندخل نصلي، حتى كنسمعها كتهضر مع بنتها وكتقول لها هذا هو الزواج اللي انت كنتي كتمنيه، هذا هو اللي قلتي لي راه مقطوع من شجره ما عنده لا اب لا ام، وهذيك شكون هي؟ نكذب عليكم كنت غاديه نصلي ما بقيتش قادره. سمعتها وهي كتقول لها باللي هاد البايره هادي غتبقى لكم تما خالدين وغادا تنكد عليك الحياه انت وياه. شتي راه مية تكون عندك عجوزه ولا تكون عندك لوسه اللي غادي تبقى حاضيك في الداخله وفي الخارجه. واش في خبارك شنو هي كتعني ان واحد البنت كبرات وما تزوجاتش؟ هادشي كيعني انها الا شافتك غير كضحكي انت وياه غادي تغير وتنوض لكم المشاكل. هاد السيد ما عندك ما ديري به. قالت لها لا ماما انا كنبغيه باغيه نتزوج به، وهي راه ما بقى لها قد ما فات ودابا تزوج، على مالا هي غتبقى بلا زواج؟ قالت لها لا غتبقى بلا زواج وغتبقى حاضيكم غير نتوما شنو كديروا في حياتكم. قالت لها الا بغيتي هاد السيد غادي تشرطي عليه دابا، ما غاديش تسكني معاه في هذيك الدار اللي فيها اختو، يمشي يشوف لك شي دار اخرى للاتساع باش ما تجيش هي تبقى تطلق فيك ثما. وانا واقفه قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كاينلاش انني نخرج ونواجهها. صافي دخلت صليت وخرجت، كنتسنى السيده شنو غاديه تقول. جلسنا بدات كتشوف فينا وكتضحك ديك الضحكه الصفراء وهي تقول لخويا شوف ولدي انا عندي غير هاد البنيه ونبغيها تكون عايشه بخير ومهنيه، وفكره انها تعيش معاك في وسط الدار اللي ساكنه معاك فيها اختك شويه صعيبه. انا ما كنتمناش يكونوا مشاكل بيناتهم ولكن ضروري ما غيكونوا واحد الاصطدامات، وانا هادشي ما باغياش لبنتي. فوليدي الا كنتي باغيها غادي دير ليها سكنه ديالها بوحدها وخليو حتى اختك تكون مرتاحه في دارها. شاف نسيبته مستقبليه وقال لها هذيك الدار راها دارنا بزوج ماشي غير دارها بوحدها. ايوا قالت لوليدي هي مازال ما تزوجاتش يعني ما غاديش تمشي للزنقه، يعني غادي تكون معكم في نفس الدار، وانا بنتي ما باغيهاش تزوج بحال هاد الزواج. كنتي قادر مرحبا، ما كنتيش قادر ما عندي ما نقول لك، انا ولدي بنتي ما شيطاش عليا. هذيك الساعه خويا ناض وقف وقال لها شوفي لاله ان شاء الله غادي يكون خير وانا بنتك راني باغيها. شفتوا كيفاش كيدلل لهذيك السيده غير باش ما تقولش له بلي انا ما موافقاش على هذا الزواج. خرجنا من عندهم والسيده كتشوف فيا وكدير لي ديك الضحكه الصفراء وكتقول لي ان شاء الله يجيب لك ربي النصيب ديالك في اقرب وقت. زعما امتى تدردبي
وتبقى بنتي غير هي وخوك. فاش وصلنا للدار خويا بحال واقع عنده شي مشكله اللي هي كبيره. الوقت كامل هو جالس كيخمم. جيت جلست حداه بحال الاخت مع خوها، قلت له مالك اخويا غير كتخمم؟ طلقها في يد الله، ودابا ربي يدير لنا شي تاويل ديال الخير. قال لي اختي هادشي كلشي جاي منك انتي. قلت له كيفاش جاي كلشي مني؟ قال لي انتي اللي ما باغيش تزوجي وبقيتي جالسه معايا هنايا في الدار ولاو كيهضروا عليك بحال هكاك. قلت له دابا الذنب ذنبي انا، ماشي ذنب نسيبتك اللي باغا بنتها دار بوحدها ولا شنو؟ قال لي انا ما بقيتش عارف راسي فين غادي نصد، انا بزاف عليا هادشي، واش الدار كاينه ونمشي انايا ناخذ دار اخرى؟ قلت له صافي بناقص من هاد الزواج. قال لي شنو كتخربقي؟ هذيك البنت كنبغيها وعمرني ما غادي نتخلى عليها. ايوا قلت له مو ما باغياش تجي تسكن معاك هنايا. قال لي امها ماشي ما باغياش تسكن معايا هنا، ما باغياش تسكن معاك انتي. واش فهمتي دابا؟ قلت له شنو زعما تفرط فيا انا باش تجيب مراتك؟ قال لي صافي هنيني من ديك الهضره ومشى دخل البيت وسد عليه. حسيت براسي وليت رخيصه عند خويا. ديك التضحيات كامله اللي كنت كندير على ودو ما عقل على حتى شي حاجه، ولا باغي يرميني في اي لحظه. المهم هو انه يدير لهذيك السيده خاطرها. تعذبت بزاف مع خويا في الفتره الاخيره، ولا كيخدم ويزيد السوايع وما يخلي ما يدير، حتى وجد واحد البركه ومشى دفع في واحد لابارتوم. بدا كيقاد فيها وكيفرش وما كانش كيدخلني في التفاصيل ديال حياته. انا كنت شاده والفاده كنعرف خويا عليها، ولكن انا ما كنتش كنعرفو شنو كيدير. وكان كيقول لي انت هي السبب. فاش كان كيمشي وكيخلص دوك الطريطات كيقول لي انت سبابي. واش انا دار والديا موجوده وانت ما باغيش تزوجي وتخرجي منها؟ فتخاصمت معاه وتوترات العلاقه بيناتنا. نهار وجدات الدار ديالو مشى جلس فيها، واخا مازال ما تزوجش، جلس فيها وبعد عليا. ما بقيت كنعرف عليه حتى شي حاجه، حتى فاش كنتواصل معاه ولا نبغي نسول فيه مره يجاوبني وعشرة ما يجاوبنيش. انكرني بحال الا عمرني ما كنت انا اختو اللي كنت في مثابه ميمتو، واللي كنت واقفه معاه في الشاده والفاده. كانت واحد السيده صديقتي وحاولت انني نفش قلبي عليها، وقالت لي شوفي غادي تدوري وغادي تلقاي بان الغلط عندك انت اللي عطيتي لخوك اكثر ما كان كيستاهل، انت اللي خديتي من حياتك وعطيتيه، انت اللي فرطتي في الشباب ديالك على وده، وضيعتي شحال من واحد اللي كان ماد لك يديه وباغي يكمل معك حياته على وده. ايوا هانتي دابا النتيجه شتيها، هادشي كامل اللي درتي هو ما عقلش عليه. قلت لها انا ما باغيكش تزيدي عليا، انا راه جيت باش نفش عليك قلبي. قالت لي لا بغيت ندير لك عقل باش نقول لك بارك ما تبقاي تابعه وتسولي فيه مالو ما جاوبش، مالو ما جاش عندي، مالو ما سولش فيا. صافي هو شاف حياته، راه خدام ودخلات الفلوس بين يديه وبدا كيأسس لحياته. واش شفتي الفرق بينك وبينه؟ انتي نهار خدمتي ودرتي الفلوس كنتي كتصرفيهم عليه وكنتي واقفه في جنبه، ولكن هو نهار خدم ودار الفلوس بدا كيشوف في حياته، ما فكرش فيك انتي. حتى دابا بنت الناس مازال عندك الوقت قدامك، تعرفي على شي ولد الناس وشوفي حياتك ونسايه. ما نكذبش عليكم الكلام ديالها كان بالنسبه لي قاصح شويه. والحاجه اللي صدماتني وطعناتني في قلبي هي ان خويا مشى ضرب الصدق مع هذيك البنت وانا ما حضرتش وما فراسي ما يتعاود. في واحد النهار غادي يجي عندي واحد السيد اللي هو صديق ديال خويا من ايامات الطفوله، وجا كيسول عليه في الدار وقال لي شوفي راني كنت اتصلت بخوك وقال لي بلي عنده ضرب الصدق اليوم وما عرفتش واش دايرو هنا ولا في الدار الجديده. تخيلوا معايا. قلت له اش من ضرب الصدق كتهضر؟ قال لي علاه ما قال لك حتى شي حاجه؟ قلت له لا خويا انا مخباري والو. ايوا قال لي ما نعرف سمحي لي، وعندنا كي تمشي تقولي له بلي انا قلت لك شي حاجه، انا ما باغي مشاكل. قلت له لا ما كاين حتى شي مشاكل، المهم واش انت متاكد هو عنده ضرب صدق اليوم؟ قال لي هو قال لي عرض عليا حتى لاخر لحظه صراحه الله، ولكن قلت لا غادي نجيو ندير له مفاجاه، ولكن يمكن ما داير والو هو هنايا، يمكن دايرو في الدار الجديده ياك. قلت له ما عرفتش. قال لي تسنى انا غنعيط له. عيط له الو كي داير لاباس عليك بخير كذا. قال له صاحبي راني جيت لعندك للدار يعني القديمه فين كنتي كتسكن بان ما كاين والو. قالوا لا انا ما دايرش داكشي تما، راه غتلقى غير اختي تما، جي عندي للدار الجديده.
تخيلوا كاع هادشي كامل اللي درت على ودو يمشي يدير العقد على البنت ويحتفل ويجمع الناس ويجمع صحابه وانا ما حاضراش، بحال الا وليت انا هي العدو ولا دوده. بقى فيا الحال وتمنيت انه يتصل بيا ويقول لي سمحي لي اختي ولا كاين وكاين ولا يقول لي شي عذر بعدا. ما قال حتى شي حاجه، حتى داز ضربت الصداق ديالو وضحكين ناشطين وامورهم مزيانه ومشاو شافوا الدار وشافوا يعني داك الفراش الجديد وامورهم قادوها وصافي بقى لهم غير العرس. عاد جاي عندي خويا قال لي جيت عندك باش نقول لك راه العرس ديالي نهار فلان فلاني وراه درنا العقد وكذا وكذا. قلت له ياه دابا شنو جيتي تقول لي؟ بغيتيني نمشي نزغرت ليك شنو مثلا؟ قال لي كيفاش؟ قال لي انا بعدا دابا جيت عرضت عليك، واش دابا بنادم عرض عليك مشكله ما يعرضش عليك مشكله؟ ما فهمت فيك والو. قلت له كيفاش ما فهمتي فيا والو؟ انا ما فهمتش مشيتي درتي ضريب صداق عيطت على صحابك وعائله مراتك وكل شيء وانا. قال لي اختي كنتي مقلقه وانا ما بغيتش نمشي نزيد عليك ونقول لك راني باغي ندير ضريب صداق وهذا وصافي جا داكشي بالزربه وجا كل شيء على غفله وكذا. قلت لي يا جا على غفله ما قلتي حتى شي عيب، حتى دابا ولد الناس مبروك عليك. اش بغيتيني نحضر للعرس؟ واخا غادي نجي ونجيب الكادو مزيانه هادي. قال لي واش كضحكي عليا؟ قلت له انت اللي كضحك عليا، ما معيطش ليا في ضرب الصداق وجاي دابا كتقول لي حضري للعرس، واش من نيتك؟ عمرني لا مشيت عندك لهداك العرس غير نسى. قال لي لا اختي وما تديريش هكا وهادي. قلت له شنو زعما خفتي على المنظر ديالك قدام عائله مراتك؟ خاف عليه النهار اللي كنتي داير ضرب الصداق وما عيطتيش ليا وما حضرتينيش. واخا خرج هو من عندي غادي تعيط ليا نسيبتو. الو سلام كي دايره اختي لاباس عليك بخير كذا. ايوا قالت لي راه قال لي فلان بلي انت ما بغيتيش تجي للعرس وعلاش زعما؟ واش انت بغيتي تبداي العداوه مع بنتي من دابا؟ قلت لها شوفي الحاجه انا ما قاداش على الهضره ديالك، بارك عليا غير داكشي اللي كندوز في الحياه ديالي وبسببكم. واخا قلت لها دابا علاش باغا توصلي؟ قالت لي ما عرفتش كترتقي غير بوحدك مالكي شنو واقع؟ واش حنا اللي كنا سبب في انك انت ما تزوجيش؟ لو كان انت كنتي تزوجتي كون اخوك يعني حتى هو تزوج في ديك الدار وكان قريب ليك وحداك وتشوفيه كل نهار. انت اللي بغيتي انه يمشي بعيد عليك لحقاش انت ما بغيتيش تخرجي من ديك الدار. واش بغيتينا نديرو لك حنا؟ بغيتيني اختي نقلب لك على الراجل ماشي مشكل. قلت لها شنو دابا معيطه باش تنزي عليا ولا شنو؟ قالت لي لا انا عيطت لك غير باش تحضري مع خوك. قلت لها ما حاضراش معاه. قلت لها اش غادي نقول لك الكلمه الاخرى الله يسهل عليهم، انا ما باغي لهم غير الخير، انا قولي غير انساني ولا كان باغي يهضر معايا يجي هو يهضر معايا ما صيفط لي حتى شي واحد. وقطعت عليها. بقيت كنبكي داك النهار البكا اللي بكيتو ما يمكنش يعني تتوقعوه. حسيت بالسيناريو ديال الحياه ديالي كامل كيدوز قدامي، كنقول مع راسي فاش غلطت انا. كنت واقفه معاه ما عرفتش، كنت ديما مسبقاه على راسي علاش هو يدير فيا بحال هكا، علاش يشوهني مع عائله مراتو من نهار الاول يبان قدامهم باللي هو ما عنده حتى شي علاقه بيا اولا باللي هو ما كيدير ليا حتى شي حساب. صعيب انك تحسي هذا الاحساس هذا. وفعلا البنات تزوج دار عرسو ضاحك ناشط عايش هو ومراتو في الدار امورهم مزيانه. مره كيجي لعندي وكيبغي زعما ياخد بخاطري ويقول لي غير سمحي لي وما عرفش انت اللي مقلقه بزاف وانت كذا. وكنقول له عادي مسامحك، لان اصلا ما بقاش عندي علاش ما غاديش نسامحك، اللي وقع. وتمر الايام غادي نتعرف على واحد السيد واللي كان بيني وبينه فارق ديال السن 4 سنين البنات، يعني انا كبر من داك السيد ب4 سنين. ما كنتش كنتوقعها يعني تجرى ليا شي مره انني نبغي واحد الانسان اللي هو صغر مني. انا وهاد السيد تفاهمنا في بزاف ديال الحوايج، برغم الفارق السن اللي بيناتنا كنت كنحس براسي فحال شي بنيه صغيره ملي كنكون معاه. انسان كيهتم بجميع التفاصيل ديالي، كيبغي يشوفني فرحانه. الحاجه الوحيده اللي كانت شويه مخلياني يعني ما غادي نقول لكم البنات ما نطمناش بزاف هو ان هاد الشخص هذا عايش على برا وكيجي هكا غير في مناسبات المغرب، وهذيك الوقيته هي فين حنا تلاقينا. كان كيقول لي باللي حنا غادي نتزوجوا ونديروا يعني العقد ديالنا وغادي يوجد لي الوريقات ديالي ونلحق عليه.
كنت شاكه كنقول مع راسي واش هاد السيد غادي يتزوج بيا ويمشي لبرا ويوجد لي الوراق ديالي ويديني عنده وانا كبر منه بهاد السنين كامله. صعيبه شويه. كنت كنقول انا زعما علاش زعما ما غاديش تبان له شي وحده اللي سنها مناسب للسن ديالو وانا ما نبقاش نبان قدامه. كنت كنقول مع راسي انا غير مغامره في هاد الزويجه. النهار اللي بغيت نتزوج به عيطت على خويا باش يوقف معايا، باش على الاقل راجلي يشوف واحد الشخص راه واقف في جنبي. خويا ما بغاش يحضر، ماشي زعما حنت بغا يردها ليا حنت انا ما حضرتش له في العرس ديالو، لا، وانما قال لي انا ما يشرفنيش ندير يدي في يد واحد صغر منك. واش انت باغيه تشوهيني؟ واش انت باغيه عائله مراتي يبقاو يضحكوا عليا، يبقاو يقولوا لي بلي اختك دبرات عليه صغر منها؟ واش انت عارفه راسك؟ قال لي شنو كديري؟ هاد الزويجه هادي راه ما لايقاش. قلت له انا كنت دائما كندير داكشي اللي كتبغي انت، دائما كنفرط في الحياه ديالي على ودك انت، كندير تنازلات على ودك انت، ولكن هاد المره ما بقيت غادي ندير حتى شي حاجه على ود شي واحد، غادي نشوف راسي انا اشنو باغيه. حتى كنت كنقول زعما راه ما غاديش يحضر، ولكن في اخر لحظه تنادم معاه الحال وجا عندي قال لي ما قدرتش نخليك بوحدك، واخا هادشي غادي يدير ليا مشاكل مع العائله ديال مراتي وغادي يوليو كيضحكوا عليا في اي مجمع كان بيك انتي، ولكن ما عندي ما ندير، كتبقاي اختي. قلت له الله يجازيك بخير. المهم جا وحضر لضرب الصداق. السيد الله يعمرها دار تهلا فيا، عاملني كانني واحد البنت اللي مازال صغوره، ماشي شي واحد اللي يقول لا وهذه راه فات فيها الفوت ولا ما يديرش ليها داكشي اللي كيدار للعريسات الصغار. بالعكس كل شيء وفروا ليا، كنت فرحانه مع راسي. وخويا بطبيعه الحال تبدلت النظره ديالو لهداك الشخص اللي كان كيقول عليه صغير، ولا كيشوفني انا كنبان قدامه واحد البنيه صغيره. وقال لي اختي اش غادي نقول لك، الله يسهل عليك. فرحت بزاف انه قال لي هاد الكلمه. دوزت تقريبا واحد المده ديال العام وشي حاجه، وجدوا لي الوريقات ديالي، ودعت خويا، سديت الدار ومشيت انا وراجلي. مشينا دوزنا حياتنا بخير الحمد لله. السيد ما فرطش فيا، وقف معايا، دبرت على خديمه تما، اموري استقرات، ولينا كل عام كنجيو للمغرب وكنجي للدار ديالنا، الدار اللي كانت بقات غير مسدوده. كنتفاجئ واحد العام جيت كندور الساروت، ما كنتش عالمه خويا بانني انا غادي نجي. كندور الساروت، دخلت كنلقى نسيبت خويا عندي في الدار، ما فهمت والو. وقفت انا وراجلي مصدومين، شكون هاد السيده؟ قلت له انا عرفتها هاد السيده، راها نسيبت خويا، ولكن شنو كدير هنا الله اعلم. السيده غير شافتني قالت لي سمحي لي سمحي لي. قلت لها شنو اللي غادي نسمح لك، شنو كديري هنا؟ ايوا قالت لي بنتي غير سمحي لي، وقعت لنا مشاكل في الدار اللي كنا ساكنين فيها، وكانوا غيجروا عليا الزنقه والله يخلف عليه خوك هو اللي جابني هنا وقال لي جلسي في هاد الدار هادي راها غير خاويه ما كاين فيها حتى شي واحد، وداك الشيء علاش انا جيت انا جالسه هنايا. قلت لها سمحي لي يا لاله، هاد الدار كيف ما هي دار خويا راها داري، انا ما استشرتونيش وما قلتوش ليا بلي نتوما باغيين تجيو وتسكنوا فيها. انا دابا كنجي كنبغي نكون مرتاحه في الدار، كنبغي نجلس على راحتي. واش بغيتيني انا نمشي نكري وانتي تبقاي جالسه هنا؟ ما فهمتش. واش نتوما كديروا غير داكشي اللي قال لكم راسكم؟ قالت لي شوفي ما تهضريش معايا، انا هضري مع خوك. قلت لها واخا لاله. عيطت على خويا جا كيجري للدار، قال لي وعلاش ما علمتينيش وما قلتيش لي؟ قلت لي نعلمك باش تقول نسيبتك ما تكونيش هنا تتمشي اختي ولا شنو؟ علاش ما قلتيش لي باللي راه غادي تجيبها تسكن هنا؟ قال لي وانت شوفي وراه بقات فيا، وراه حتى مراتي بقات كتزن عليا، والوالده ديالها غادا تبقى متشرده وخرجوهم من الدار وكذا وهادي وهادي. قلت له ايه دابا انا فين غادي نجلس؟ قال لي عادي جلسي معاه. قلت له ياك كيفاش نجلس معاه؟ انا باغي نجلس غير انا وراجلي هنايا، انا عارفه حتى انت دارك ولكن راه عندك دارك تبارك الله ديها عندك، حتى نمشي فحالي وديك الساعه دبروا شنو بغيتو ديروا. والسيده حتى هي وجهها قاصح وقالت لي شوفي ياك كيف ما دارك دارو ما كي كتغوتي. بقيت كنشوف خويا هو يقول لها الحاجه هدي اللعب شويه، وهي تقمع وتجمعات وتكمشات. وجرني خويا لواحد القنيطه وقال لي شوفي اختي سمحي لي بزاف ومسحيها فيا، انا راه غير بقات كتاثر عليا المراه، وقالت لي بلي امها غادي تخرج للزنقه وداكشي بقات فيا. قلت صافي الدار خاويه خليها تجي هنا ترتاح باش حتى انا تهنيني من المشاكل، الا جات عندي للدار غادي يولي غير الصداع والمشاكل. قلت له دابا انا فهمني فين غادي نمشي.
هو يجي حدايا راجلي قال لي شوفي بدلي ساعه بخرى. قلت له شنو؟ قال لي يلا. قلت له فين غادي نمشيو؟ قال لي غادي نمشيو للوطيل. قلت له واش انا بداري نمشي للوطيل؟ واش انا بداري غنحتي على شوانطه وانت غاديه للوطيل؟ ما فهمتش انا. قال لي صافي خليه حتى يشوف شنو غادي يدير معاها، خلي لي شويه ديال الوقت. انا كنت مقلقه بزاف لان خويا عمره ما وقف في جنبي، وانا دائما اللي كنت كنوقف في جنبه وكنهز به، علاش انا غادي نهز به مره اخرى؟ صافي يعني كنت كارهه من داك الوضع. ولكن راجلي بقى كيهدن فيا وكيحاول انه يقاد الامور بيناتنا، وفعلا خرجنا ومشينا. جلسنا تقريبا واحد اليومين في الوطيل على بال ما خويا شاف كيفاش يدير معاها وداها عنده للدار. خواو لي الدار، جلست في هذيك المده كنت كنجي كندوز شهير هكا في المغرب. جلسنا في ديك الدار ولكن ما كناش كنجلسوا فيها دائما، كنمشيو كنسافروا ونخرجوا نمشيو ونجيو. المهم حتى سالت العطله ديالنا وكنا غادي نمشيو في حالنا. جا عندي خويا وقال لي بغيت نطلب منك واحد الطلب. قال لي شوفي غير على بال ما توجد هي تقلب على الكرا في شي بلاصه اخرى غادي نخليها جالسه في هاد الدار، واش ممكن؟ قال لي راه قجرات عليا جالسه معايا. قال لي راه ما بقيتش كنقدر نجلس حتى مع مراتي الراس في الراس. السيده في اي حاجه خاشيه فيها نيوفه. صراحه طلع عندك الحق، هاد السيده صعيبه وصعيب التعامل معها. قلت له شوف حنت انت خويا غادي ندير معاك هاد البليزير ولو لاخر مره في حياتي، حيت انت دائما كتنكرني. قال لي لا اختي عمرني ما نكرك، واش ممكن؟ قلت له ماشي مشكل ولكن ما تطولش بزاف، غادي نبقى نتصل بك وتوريني واش السيده مازال في الدار ولا لا. قال لي لا كوني هانيه، غادي نقلبوا لي على الكرا في شي بلاصه وتخرج لينا من الدار. غادي تقولوا لي باللي خوك عنده الحق اكثر منك في الدار وممكن انه يجلس يعني نسيبته تما في الدار وصحه منك، ولكن ماشي صحه مني. الامور ما كتمشيش هكا. حنا بجوج قادرين اننا نقرروا في ديك الدار شنو نديروا، يا اما نسكن انا يا اما يسكن هو. اما باش نجيب انا واحده اخرى برانيه تجي تجلس ليا في الدار وزايداها يعني بتخرج العينين، هذه اللي ما قبلتهاش انا. الحمد لله خويا سمع الكلام. فاش مشيت انا بقيت كنتواصل معاه وقلت له ديك السيده الا جلسات اكثر من واحد المده راه غادي تولي تقول مع راسها ديك الدار دارها، غادي نوليو حنا نطلبوا منها الاذن الا بغينا ندخلوا لديك الدار. راه الانسان واخا يكون ظريف ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه. وفعلا خرجات ومشات كرات في بلاصه اخرى. ووليت انا يعني جيت شحال من مره من بعد هذيك المره اللي فاتت كنجي للدار في امان الله. ندوز العطله ديالي كنمشي عند خويا لدارو نجلس معاهم شويه نجي لداري. المهم الامور بيناتنا غاديه في سلام. غير هو وصيتي لكم خاصكم تاخذوا واحد العبره كبيره من القصه ديالي. انا الحمد لله ربي جاب لي هذا السيد في طريقي اللي قدرت انني نبدا معاه حياه جديده. لو كان ما كانش هذا السيد هذا ما عرفتش راسي كيفاش حياتي كانت غاديه تكون. عمركم ما تعطيو اكثر من القياس، ضرب وقيس باش عمرك ما تحسي براسك باللي نتيا ما خديتيش داكشي اللي كنتي كتمنيه من داك الشخص اللي انت ضحيتي على ودو، واللي باللي انت خليتي بزاف ديال الحوايج اللي كنتي باغا ديرها في الحياه ديالك على ودو، وفي الاخر كيجازيك بحال هذا الشكل اللي وقع ليا انا. داكشي علاش كنقول لكم ضرب وقيس. عارفه راسك شنو كديري، اللي عليك راك كديريها واللي ماشي عليك ما عندكش علاش غنتي تبقاي تضغطي على نفسك باش ديريها. وهذه هي حكايتي. اعزائي المستمعين كنتمنى باللي القصه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وكذلك تكونوا استفدتوا وخديتوا عبره. وما تنسونيش كيف ما العاده من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه بحالكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع قصه جديده. دمتم في رعايه الله.